أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. معنى الصبر ومتى يحصل الإنسان على أجر الصبر أو المصيبة. الإنسان في الحياة الدنيا يتعرض إلى مشاكل وابتلاءات، وكنا إحنا نمر بهذه الابتلاءات وكنا نمر بهذه الامتحانات. فإذا حمدنا الله سبحانه وتعالى وصبرنا على المصيبة بأن نقول الحمد لله، الشكر لله، نذهب إلى الجامع نصلي، نذهب إلى زيارة أحد المراقد الأولياء والمعصومين عليهم السلام، إلى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. إذا قمنا بهذه الأمور وحمدنا الله وشكرنا الله، هذا الإنسان يسمى صابر. هذا الإنسان يحصل على الأجر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا الله يثيبه، وفي الآخرة يمنحه الشفاعة ويعيذه من النار. لماذا؟ لأنه يعد من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الإنسان أحيانا في الحياة الدنيا إذا مر بامتحان أو مرت عليه شدة أو ابتلاء بسيط أو ثقيل، كل هذه الأشياء الإنسان رأسا تجده يتلفظ بألفاظ الكفر، أو يلجأ إلى الشتيمة، أو يلجأ إلى أساليب الكافرين. هذا الإنسان لا يسمى إنسان صابر. لماذا؟ لأنه ترك ذكر الله وترك حمد الله وترك شكر الله، فتجده يلعن ويغضب ويكسر وكذا. كل هذه الأشياء تعبر عن جزع الكافرين. هؤلاء يسمون بالجزع أو الجازع، الذي هو من أهل الدنيا، لا يسمى من أهل الآخرة. فالإنسان كيف يحقق الحياة الآمنة؟ كيف يحصل على الحياة الطيبة؟ بالصبر. الإنسان يجب أن يصبر على العمل، يصبر على العائلة، يصبر على أبنائه، يصبر على رعيته. إذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة فكان من الصابرين على امتحانات الدنيا وابتلاءاتها، يسمى صابر، فيؤجر في الحياة الدنيا ويؤجر في الآخرة. لذا نحن دائما نقول بأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو خير الصابرين. لماذا؟ لأنه كان يحمد الله تعالى على كل حال، وكلما زاد عليه البلاء وكلما اشتدت عليه النوب فإنه يلجأ إلى شكر الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى حمد الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الصلاة، ويلجأ إلى الدعاء لله تعالى والشكوى إلى الله. فهو من الصابرين حتى أعطاه الله سبحانه وتعالى درجة اليقين في الحياة الدنيا والشفاعة في الآخرة، فيشفع لمحبيه وللمؤمنين وللزائرين، وبذلك يكون لنا قدوة وأسوة. وكذلك محمد بن عبد الله وأهل بيته الطاهرين والصحابة المنتجبين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى. نحن نقول أن الصبر هو عنوان الإنسان المؤمن، الصبر هو عنوان الإنسان المسلم الذي يجب أن يتحلى به من أجل خير الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وجعلكم الله تعالى من الصابرين.